اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية. نيجي بقى للمهندس جمال ونقول ان انتوا عندكم بنت صغيره مش جنى. كده؟ جنى. 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 هي 7 شهور تقريبا. طيب انت بقى مش الازواج اللي تقول لها لا جنى وازاي تسيبيها وهي صغيره، ما ينفعش تروحي شغلك، انا عايز مراتي ما تشتغلش، حاجات اللي احنا بنسمعها دي، ولا انت لا انت رايك مش لا كده لا، زي ما انت وتفكيرك اصلا مش كده؟ زي ما انت كنت بتتكلم من شويه حته اصلا التفاهم بيننا اصلا لاقصى درجه. فمن قبل الجواز خالص وانا عارف ان اصلا ساميه حته شغلها عندها وشخصيتها وكاريرها والكلام ده بشكل كبير شويه. فدي بالنسبه لي كان الموضوع عادي، وانا اللي شجعتها اصلا ان احنا نفتح معمل التحليل. هي اصلا ما كانتش رافضه، هي هو اصلا اللي كانت رافضه. فتحهولي والله يا اصلا. فكرتك. هو اللي فتحهولي ده انا كمان. اقنعتها بيه كمان، كانت بتقول لي لا ومش عاوزه وكده. ايوه. قلت لها لا، يعني طالما انت كده كده شغاله في معمل وبعدين مش شغاله عند حد او كده، يكون ليكي المشروع الخاص انا بيك انت. بعتبر ان كده الراجل بيبقى عنده ثقه في نفسه، ثقه في اللي قدامه، انسان طبيعي مش معقد، ايوه شايف ان نجاح ولاده تمام. اكيد هيعود عليهم واكيد نجاح ليه، طبعا. طبعا. يعني بدون مش تفكير اصلا. هنتقص منه حاجه لا او ده من بالعكس، رجولته حاجه. ده المفروض يزيدوا كمان اصلا. ايوه. ف... وحلو ان يمكن برضو ان انتوا عارفين بعض من زمان مم. ففي ارضيه مشتركه. جدا طبعا. مش هو سهله احيانا كتير. يعني التفاهم بيبقى زياده عن اللزوم يؤدي للملل احيانا. لا خالص ان والله بالعكس. بتلاقوا مواضيع بقى لسه، يعني كنتوا تعرفوا بعض من ابتدائي خلصتوا كل المواضيع. احنا لا وخلصنا وبنعيد بقى. نيجي بقى هنا للفن والصحافه والكتابه، انا عندي كذا مجال، فيعني ابدا بالكتابه الكتابة للاطفال. للطفل. عشان احنا نسمع انها صعبه ومعروف ان هي صعبه، حقيقي الكلام ده اصعب من طبعا الكتابه أصعب للكبار؟ طبعا. صعب إنك توصلي معلومة للطفل، وخصوصا في عصر الكمبيوتر والإنترنت والحاجات دي كلها وسبايدر مان والحاجات التكنولوجيا اللي موجودة دلوقتي. أنا فضلت أكتب مسرحيات للكبار وقصص للكبار. فكان لي صديق الله يرحمه، أنا بعتبره في نظري أنا الشخصي من أعظم كتاب الأطفال، وبشهاده الاستاذه ابو الشاروني وبشهاده ناس اجلاء كتير يعني. فريد معوض الله يرحمه، ده من المحله. اتعرفت عليه برضه في احدى المسابقات الادبيه اللي كانت بتثمر عن ادباء وفنانين ونقاد. كان ده موجود، المجلس العام الشباب والرياضه كان بيعمل المسابقات ديت. وخرجت كتير، يعني معظم الكتاب الموجودين على الساحه من المسابقات دي. فقال لي سامي ما تيجي تكسب من الكتابه للطفل. فقلت له ازاي يعني؟ هو الطفل الكتابه ليه بتكسب؟ قال لي قال لي في مجالات مفتوحه بره في الدول العربيه. قلت له ازاي؟ قال لي ما تعلم تكتب للطفل. قلت له بس ما اعرفش. قال لي لا، حاول اكتب قصه وهاتها وانا هنشرها لك في مجله عربيه وهتاخد لك $60. عارفه $60 بقى في على فكره وقتها كان في التسعينات مبلغ. فقلت له لا $60 حلو قوي يعني، ده مرتب مدير عام يعني. ايوه. فالمهم طبعا انا كان عندي مكتبه في البيت. دي كانت اول قصه كتبتها اللي هي سلوى والمكتبه. فكانت سلوى وساميه هم صغيرين بيجيبوا الكرسي ويقعدوا يلعبوا وينزلوا الكتب مش عارف ايه حاجات زي كده. فانا خدت الفكره من هنا وكتبت قصه سلوى والمكتبه. فخدتها له وسافرت المحله، قلت له يا فريد ادي القصه. فقراها فكتب لي، يعني كانت 3 4 صفحات. كل تحت خط كده بالقلم الاحمر وحشه 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 ايه يا عم؟ فقال لي لا الفكره كويسه جدا بس في سرسره والطفل مش عايز ده. فن كتابه للاطفال طبعا. فقلت له ازاي؟ قال لي انت بص انت حاكي اكنك قاعد على المصطبه بتحكي. فالطفل مش عايز ده، وصل له المعلومه طريقه مختصره اكتر ببساطه. فقلت له ماشي. فخرجنا انا وهو اتمشينا، طبعا انت عارفه الفلاحين الجو ساعه العصاري، وقعدنا تحت الشجره. هو جاب لي ورقه وقلم بامانه الله يرحمه، وقعدت صيغت القصه تاني من جديد واديتها له. قال لي هي كده قصه. واضح ان ربنا بيحبك، يعني انك ابن حلال علشان بيحط قدامك في كل مجال اللي ياخد بايدك يساعدك يعلمك. فبدات هنا ان انا اكتب للطفل. استاذ الشاعر الراحل احمد زرزور الله يرحمه فتح الباب ليا على مسرحيه، مش ليا انا بس، لكتير، لكل ادباء الاقاليم الموجودين على الساحه دلوقتي. ايوه.
بقى ينشر لهم، لو حتى في تعديل يعدل لهم، اللي هي لما يكون عندك موهبة مم. لكن ما فيش موهبة، لا، مش مهما حاول ما خلاص. فيش مجاملات. الأدب والفن ما فيهوش مجاملات، بالرغم ان الفن دلوقتي فيه مجاملات كتيرة، الفن والإعلام بس الفن بالذات بالتحديد والإعلام، الناس بقت أذكياء قوي أكتر من الأول، هي طول عمرها طبعا، وبقت حساسة، واللي ما بيدخلش قلبها مهما يعني ده حاولوا المشاهد. يفرضوه على المشاهد. ده المشاهد. أيوه. اه مش هينجح، ما هو لو ما دخلش في قلب المشاهد خلاص مش هينجح. بالظبط. فالفن بس انا ساعات بفرض شخصيه والإعلام معينه قدامي على طول، أيوه، فانا مجبر. يعني لكن لو اللي دلوقتي في ظل قدامنا ما القنوات عندوش الفضائية، الموهبة الحقيقية وإحنا لمسناها والقبول، مهما حاولوا يفرضوا حتى لو ظهر كل يوم، إحنا كمشاهدين يعني إحنا مش هنتقبل. مش هنتقبلها بقى، لان عندنا كم من الفضائيات. أيوه، فهسيب القناه اللي هو عليها واروح قناه تانية. بالظبط. وفي الفن نفس الشيء لا، في الفن بكل لا. أنواعه. لا، في مختلفة. الفن مختلف. لان انا في الفن انا هتلاقيه في فيلم، هتلاقيه في مسرحيه، هتلاقيه في مسلسل، هتلاقيه فموجود، فاجباري أيوه. هشوفه. مم. لان انا بحب البطل اللي موجود في المسلسل، أيوه، أيوه، فمضطر ان انا اشوف الشخصيه ديت عشان هو موجود في العمل. أيوه. لكن كمذيع، كمقدم برامج، كاي برنامج مهما كان، هضطر اقلب القناه اللي هو عليها واروح لقناه تانية. فمش هيتفرض عليا. لكن انا قصدك يعني هياكل عيش من الآخر كده، بأن هو يشتغل في حاجات كتير، لكن عمره ما هيوصل يكون نجم فنان عامل تاريخ عامل اسم إلا لو صاحب موهبة. اللي صاحب موهبه، لو عنده موهبه 50% هيوصل. لو ما عندوش، دي مشكله، ودي مشكله حاليا. يعني مشكله في السينما دلوقتي، كل واحد معاه قرشين ينتج فيلم، وده اللي ادى لتدهور السينما المصريه، اللي احنا كنا بنعلم الدول العربيه الفن، دلوقتي احنا اللي بنتعلم منه. وده شفته في تجارب كتيره يعني. كنا فعلا احنا بنتسيد الفن في مجالات كثيرة. دلوقتي للأسف احنا بنتقهقر أو بنتراجع لورا. بنتراجع يعني لو رجعنا افلام الخمسينات مثلا، افلام اسماعيل ياسين، هديكي مثل بسيط جدا. الاطفال اللي طالعه الايام دي بتحبها، يعني ليه؟ عايشه جوانا، كوميديا هادفه، ما فيهاش اسفاف. لو هنروح بقى للكتابة عموما الصحفية، الكتابة في المسرح والتلفزيون، المسرح أبو الفنون كلها طبعا. كان إيه إنتاجك فيه؟ بالنسبه للكتابه للمسرح، انا كتبت اول مسرحيه خدت عليها جائزه، كانت اسمها حكايه شاب مصري، اللي هي الابن الضال على فكره، قلبتها مسرحيه. أيوه. ليه مش بنفس الاسم؟ عشان الفيلم بقى اللي اتعمل كان لا، ده مش عشان الفيلم، لا هو انا قصدت بيها حكايه شاب. أيوه. مش شباب يعني، كنت لا اللي هي اللي ايه، البطاله. الشباب اللي بتيجي من الاقاليم للقاهره، بتدور على شغل ومش عارف ايه، فبيقع في ايد مجموعه من رجال الاعمال اللي هم بيتاجروا في المخدرات، مش عارف ايه الكلام ده كله. ويمكن قلت المخدرات مش المخدرات اللي هي الحشيش والكلام ده، قلت ان هم بيصدروا لنا الهيروين والكوكايين في العطور. بيصدروه لنا بيحطوا لنا في العطر اللي احنا بنشتريه او في الحاجات دي. ايوه. فدي كانت اول مسرحيه كتبتها، ودخلت بقى برضو مسابقه في وزاره الثقافه، والحمد لله كنت خدت المركز الرابع. ده تقريبا مكتوب لي المركز الرابع. المركز الرابع دايما واقف عنده. وكان لجنه التحكيم كانت الدكتور محمود الحديني، فنان القدير طبعا. ايوه. وكانت الفنان إلهام شاهين، وكان دكتور نبيل راغب، كانوا هم لجنه التحكيم. وكان معايا يعني كان معايا ناس في الادب عمالقه يعني. ايوه. وفاجئ ان انا اخد المركز الرابع يعني. طيب نيجي لساميه برضو تاني، وفرصه ان انت معانا ناخد خبره بقى في
عالم التحاليل. قولي لي نضمن منين ان التحليل اللي احنا عملناه فيه دقه، انه صح؟ ايه الخطوات الاولى لنجاح اي تحليل؟ تمام. في اول حاجه اصلا من بدايه المريض، من البيشنت نفسه اصلا، هو اللي بايده يظبط التحليل وبايده لا. يعني دي اول حاجه، البيشنت نفسه المريض. انا بيشنت جاي المعمل عايز مثلا اعمل تحليل معين، كل في تحاليل معينه لها طبعا شروط. فكره الصيام، فكره مثلا امتناع مثلا بعض الادويه المضادات الحيويه، الانتيبيوتيك، الكلام ده. ده المريض نفسه لازم يكون حريص على ده، لان في مريض بيجي لا انا مش مش انا مثلا مش مستعد مثلا لاشاره التحليل، لا انا مش صايم، انا ممكن صايم مثلا عدد ساعات اقل من المطلوب او اكتر من المطلوب، فطبعا ده يعمل خطا في التحليل. دي حاجه، ده المريض نفسه. تاني حاجه حته سحب العينه نفسها. الشخص مثلا بيسحب العينه، لا انا مثلا باجي اسحب عينه، في شروط معينه لسحب العينه، ما اضغطش قوي مثلا او ما اسيبش مثلا في رباط فتره طويله. بيبهدلوا الاورده طبعا كلها على طبعا، بال ما بيسحبوا عينه بالظبط يعني. كده. فلا انا اتاكد مثلا من مكان الوريد، اتاكد ما ادخلش مثلا وافضل ادخل جنب وريد واشكشك واعمل كده واعمل طب كده. الأجهزة اللي احنا شفناها حديثة على وسائل التواصل الاجتماعي وبنقرا عنها، اللي هي بتبين فين الوريد لما بالظبط بتتلزق كده، مجرد من بره، تمام. دي مش ما وصلتش عندنا لسه؟ لا موجوده طبعا، موجوده موجودة. طبعا، مم. موجوده طبعا، بس دي اصلا مش أي بتصلح. حد بيستعملها. يعني لا، يعني لا طبعا بتستعمل ده، دي اصلا اي حد ممكن يستعملها، مم. دي اي حد ممكن يستعملها، لان دي سهله جدا. دي بالظبط، انت مثلا بتجيبي حد كده مش عارف اي حاجه في اي حاجه، خلاص انت بتحط الجهاز، خلاص بيوردك ايه ده وريد هنا، فدخل الابره طب فيه ليه وخلاص. مش منتشرة لا في موجودة طبعا، الاستخدام؟ لا موجودة. بس في ناس بقى بيكون عندها خبرة، الخبرة دي مش محتاجة لده. يعني مم. في ناس مثلا عندها خبرة في الحتة دي مش محتاجة لده. في ناس مثلا لا، في حد مثلا لسه جديد، لسه مثلا ما عندوش مثلا خبرة قوي كده، فلا انا استخدم الجهاز ده. بس حتة بقى الشغل اصلا نفسه بقى جوه اللاب نفسه، جوه المعمل نفسه. فانا لو انا بشتغل التحليل، لا خلاص ببقى حاطة، هو كده المريض مش شايفني. هو انا مثلا بيني وبين ربنا المفروض ان انا براعي حته الدقه دي في التحليل، حته طبعا النظافه، حته لا خلاص انا العينه نفسها انا بشتغل في حاجه اسمها وحده اسمها المايكرو. المايكرو دي حاجه دقيقه جدا، انا ما ينفعش اغلط واحد مايكرو، واحد مايكرو ده خلاص ضيع ضيع المريض. مم. بس ففصل العيان نفسها خلاص بقى، حته بقى ايه الدقه نفسها جوه المعمل نفسه. الجهاز انا بشتغل عليه لازم يتعمل له في كل فتره مثلا كاليبريشن، اتاكد ان قراءته مظبوطه. انا مثلا مش بحط العنبه بقيس وخلاص، لا اه. انا المفروض ان انا بتاكد، بدخل حاجه اسمها ستاندرد، حاجه مثلا ماده معروف تركيزها، معروف دي ايه، فالمفروض إن الجهاز قرا لي مثلا نسبه معينه، النسبه مثلا تروح من كذا لكذا العينه الستاندرد دي، لا خلاص انا كده شغلي مظبوط. مم. لا في في مشكله، اوقف الجهاز، في مشكله في الجهاز. بتثق بقى، قول لي يا جمال، ان انت مهندس جمال، ان انت تعمل تحاليل عندها وتخليها تاخد عينة منك واثق فيها جدا طبعا. احنا دايما قصينا في موضوع الطب بالذات اقرب المقربين لينا، بالعكس بنخاف منهم مش بنثق فيهم، حتى لو شطار على فكره. تمام. بالظبط. ده عندكم بقى موجود ولا؟ لا لا، لان هي اصلا ما شاء الله فعلا شاطره في المجال او هي عموما، هي عموما ساميه اي مجال بتخش فيه ما شاء الله بتتفوق فيه جدا، ربنا يخليك. سواء دراسيا سواء في مجال العمل سواء في كده. احنا مشهورين في برنامجنا ان احنا بنخليكم تسمعوا كلام حلو، اه مش بتسمعوه في طب بس السنين في العاديه البيت. ولا الايام العاديه ولا ولا اي حاجه، ولا في أي. مناسبات ولا اي حاجه. خالص، ولا في الحمد لله. المناسبات. لا، اه. هو كان حقل تجارب في الاول بالنسبه لي، خلي بالك. آه. انا لا، انت رفضت انا طبعا. رفضت طبعا. طبعا. صعب، هي بالنسبه لك لسه الطفله الصغيره اه ساميه الصغيره، يعني ايه تديها ايدك ولا تاخد عينه لا، ولا؟ هو كان كل شويه كده لا يعني. بصراحه اي. يعني برضو حته والدتي برضو، ربنا رب يديها الصحه ورب يبارك يا فيها. رب. لا حته يعني اي حاجه مثلا ببقى خايفه منها هيباها كده، لا هي بتشجعني، هي لا مثلا طبعا بجانب بابا طبعا عشان ما نتضربش بقى. ايوه. بتشجعك ان انت اه. لا تعالي وجربي يعني انا اصلا اول مره تقريبا سحبت منها هي، ايوه. فلا جربي، وبهدلتها بصراحه، بهدلتها. فلا الام يعني مضحيه دايما يعني. جدا بصراحه، لا ايوه. وهي بصراحه ربنا يا رب يخليها لنا يا رب. يا رب ان شاء بس الله يا رب. نيجي بقى تاني ونقول عندك خبره في القنوات الفضائيه، نقول ايه اكتر حاجه بتقلقك في المشهد الاعلامي لما تشوفه وانت متابعه يعني مؤخرا؟ لا بص، هقول لحضرتك على حاجه. هو اللي موجود في الساحه الاعلاميه دلوقتي، اولا ظاهره انتشار القنوات الفضائيه دي ظاهره صحيه. لما جت فكره ان انا اعمل قناه فضائيه، كنت مسكت مدير برامج في احدى القنوات اللي موجوده، واشتغلت مثلا اخرجت برامج رياضيه. فحد قال لي ما تيجي نعمل قناه.
مم. فقلت له ماشي، ايه التكلفه؟ قال لي مبلغ قد كذا يعني. قلت طب هنجيب دولارات منين؟ طب هتبث منين؟ قال لك كله من خارج المدينه. على فكرة معظم القنوات ده اللي اسمعه ان المكسب عشان قناة فضائية تكسب، اولا هي بتتكلف جامد جدا، بتدي مرتبات جامدة جدا، ايجار زي ما حضرتك بتقول ارقام خيالية ايجار عشان 200 تكسب بقى. ربع مليون جنيه في قليل الشهر. منها جدا لا، اللي ربع مليون بيكسب. جنيه في الشهر. امم يعني ربع مليون جنيه في الشهر، ايوه وبالدولار على فكره، ايوه. مش بالمصري. فانت هتجيب ربع مليون منين؟ ربع مليون دولار، لا، 14000 دولار. 14000 دولار في الشهر. في سعر الدولار دلوقتي ربع مليون جنيه. ايوه. تعالي فنيين، كاميرات، كل ده كل ده محتاج استوديوهات عشان تكلف استوديو. ايوه. ورغم كده في مصرين ناس وشباب بيفكروا ان هم يفتحوا قنوات زيك. وفي قنوات كتير مستمره رغم انها بتخسر. فاكيد بقى يعني احنا بنتساءل طب ايه الاهداف؟ اكيد مش مكسب. ما هو مش مكسب، اكيد ليها اهداف تانية واسباب تانية. لا بص اقول لي، مش هي الهدف ان هو يبقى موجود. معظمهم بيبيعوا وقت، هوا بيبيعوا هوا. ممكن بقى نرجع مع استاذ سامي النجار لجوله في الماضي شويه ونتكلم على اهم اعمالك. انت قدمت مسرح، قدمت تلفزيون، كتبت للطفل، اقتحمت عالم الصحافه. ايه من كل اعمالك اللي قدمتها اعمالك الفنيه؟ خلينا نركز على الفنيه. نحب نقف نتكلم عن ده. احنا اتكلمنا عن الاطفال خلاص. الاطفال طبعا. لا، الاطفال انا كتبت كتير للطفل يعني. أنا لا بعيدا عن مجال الاطفال. بالنسبه للمسرح يعني. ايوه. بالنسبه للمسرح عندك حكايه شاب مصر احنا قلناها. عندي التلفزيون قدمت له اعمال. كانت حكايه الشيخ محمود، ده للاطفال. ايوه. ده كان في صوت القاهره. عملت فيلم برضو بيتكلم عن الامومه، ده رسوم متحركه. ايام ما كان التلفزيون بينتج. ايوه. كان كل ده انتاج التلفزيون. ده صوت القاهره. صوت القاهره. ده في التسعينات على فكره. ايوه. بعد كده توقف الانتاج بقى. طبعا. بالنسبه للمسرح قدمت اخر حاجه اعملها تحت الارض. ايوه. دي بطوله الفنانه التونسيه اميره نصر. ومسرحيه وادي الاسرار ده للطفل، وما كان معاها الدكتور مصطفى الشامي. مش هتكتب لجانا حاجه بقى طبعا. يعني انت كتبت قصص باسم ولادك ساميه وسلوى. جانا مفيش قصه كده باسمها بقى؟ لا اكتبها طبعا، ده الا جانا. يعني مش كده ما ينفعش يعني. وهتكتب لو جانا؟ لا. انت عندك بنتين، نقول بقى ان جمال هو ممكن جوز البنت يبقى انا ابن. بعتبرهم حتى جمال وحماده خطيب سلوى الاثنين ولادي، يعني ما بعتبرهمش يعني حتى في المعامله. جواز البنات لا لا لا, لا, لا حتى في ولادك. المعامله، يعني حتى في المعامله اللي هي ايه يعني حقيقي البنات بتجيب ولاد لوالدها لعيلتها. اكيد طبعا. بس هنا المعامله ما بتبقى مختلفه. يعني اللي يقول لك بقى الحما بيعمل جوز بنته كذا والكلام ده كله، لا احنا فعلا انا شفت ده بعيني وانا في الريف. ايوه. يعني عندنا شفت ده فتربيت على ده. فاللي اتربيت عليه لازم اتعامل بيه، لان جوايا غريزه جوايا. هنطلع لفاصل ونرجع نستكمل حوارنا مع أسرة الأستاذ المخرج الكاتب الصحفي سامي النجار. هقدم لكم دلوقتي سلوى، وهي البنت الثانيه للاستاذ سامي النجار اللي انضمت لنا اخيرا. اهلا بيك يا سلوى. سلوى انا عارفه ان انت خريجه اثار مش كده؟ تمام. هتشتغلي بقى فعلا في مجال الاثار ولا ده مجرد شهاده كده؟ لا ان شاء الله يعني، بس ربنا يجيب الفرصه الاول. ايه اللي عايزه، ايه اللي تتمني مجال اللي تشتغلي فيه سواء كان في الاثار او بعيد عنه؟ وانا بصراحه كان الاول ما كنتش نفسي اخش اثار اصلا. ايه بقى كان نفسك صحافة. ايه؟ صحافه. زي بابا. وبابا اللي رفض بقى ولا ولا انت اللي الثانويه العامه التنسيق بقى الثانويه. لكن زي ما بابا قال ان الصحافه مش شرط
مش ضروري مش قوي شرط، ابقى ايوه. درستها. هواية. ممكن لو عندك الموهبه أيوة. ولو تمرستي بقى ودخلتي في المجال عمليا فعلا، مم. والمفروض تستفيدي بخبره بابا طبعا، ما بابا في قدوتي الموضوع ده. اساسا في الموضوع ده. ايوه. والعلاقه بين الاختين بقى انا لاحظت يعني علاقه جميله جدا. ساميه كانت مصره على مشاركه اختها معاها في الحلقه، طبعا. فعلاقه جميله. مش عارفه ليك دور في ان هي تبقى العلاقه بينهم اكيد كده طبعا. ايوه طبعا. حقيقي؟ ازاي بقى؟ انا عايز اسمعك انت عشان سمعتهم كتير. احكي لي ازاي بقى. يعني بابا طول عمره احنا كلنا أسرة واحدة مع بعض في كل حاجة. أختي دي أنا، يعني حياتنا كلها واحد. مثلا مع هو ان البنات مع بعض بيتخانقوا كتير، بيبقى فيه غيره، بيبقى لا، مقارنات. بالعكس. بالعكس، بابا ما عودناش على كده. بالعكس، يعني لما يبقى عندي حاجة بتكلم مع أختي، بتكلم مع بابا. بابا نفسه كان بياخد رأينا في حاجات. برضو والدتي نفس الكلام. اصحاب في بعض. يعني مفيش احنا أسرة العلاقه كلنا أصحاب مع بعض، مش مفيش بقى شد وجذر جذب. أيوة. مفيش الكلام ده. مم. حاجه جميله وحاجه يرجع الفضل فيها ليك ولوالدتهم على ولوالدتهم اللي فكرة. كان نفسي انها تبقى معانا النهارده حقيقي، يعني معلش يتعرف بقى بيها. الظروف، تتعوض طبعاً مره تانية. انا سعيده بلقاء حضرتك استاذ سامي النجار، سعيده بيكي يا ساميه احنا أسعد وسلوى بحضرتك. وجنى. جنى ما قدرناش نشوفها. سعيده بلقائي بيكم، وبشكر ايضا مشاهدينا على متابعتهم لينا، والى اللقاء ان شاء الله نفس ميعادنا الاسبوع القادم وحلقه جديده واسره جديده من بيت العيله.